افضل اكلات بتحرق الدهون من الاخر. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن حرق الدهون، بس مش بالطريقه الصعبه الغلسه اللي بتخليك تحس بالجوع والارهاق، الدايت المقرف. النهارده هنتعلم ازاي ممكن تحرق دهون بطريقه لذيذه وانت بتاكل. مش هزار، في اكلات فعلا بتساعد جسمك يزود الحرق، تسرع الميتابوليزم، تخليك شبعان من غير ما تعذب نفسك. فروح هاتلك سناك صحي واستعد. هقولك على افضل 10 اكلات بتحرق الدهون مينفعش تفوتها. جاهز؟ يلا بينا. نمرة 1، البيض، بطل البروتين. حد فيكم يقدر يستغنى عن البيض؟ غني بالبروتين، عالي الجودة، اللي بيشبعك، يساعدك تحرق اكتر، وكمان يحافظ لك على مستوى السكر في الدم، فمش هتلاقي نفسك جعان بعد شوية وتقعد تاكل في حاجات غلط. كله بأي طريقة بتحبها، مسلوق، عيون، اوميليت، بس بلاش تقليه في الزيت. نمرة 2، الشاي الاخضر، الجرين تي، مشروب الحرق السحري. لو في مشروب سحري لحرق الطاقة فهو اكيد الشاي الاخضر. مليان كاتشنز تساعد جسمك يحرق كالوريز اكتر، وفي كمان كافيين اللي بينشط الجسم ويحرق الدهون من جوه الخلايا. اشربه سخن، اشربه بارد، اعمله سموذي، بس المهم ما تملهوش بالسكر، والا كده بتشرب عصير. نمرة 3، الفلفل الحار، سبايسي، يعني كل ما تحرق اكتر كل ما تخس اسرع. عمرك اكلت حاجة سبايسي حسيت ان جسمك سخن؟ ده بسبب الكابسينز اللي موجودة جوه الفلفل الحار. المادة دي بتزود حرارة الجسم فعلا، فبتحرق كالوريز اكتر حتى وانت قاعد على حيلك، وكمان بتقلل الشهية، فبتلاقي نفسك بتاكل اقل بدون ما تحس. حط شوية فلفل في اكلك، وللأسف هنا لو انت مش بتحب الاكل سبايسي فالنقطة دي مش هتستفيد بيها خالص في الليستة دي. نمرة 4، الافوكادو، الدهون اللي بتحرق دهون. زمان كانت الناس تخاف تاكل افوكادو على اساس انه دهني قوي، لكن الحقيقة ان الدهون الصحية اللي الافوكادو مليان فيها بتساعدك تخس وبتحرق دهون، يعني العكس تماما، وكمان غني بالالياف، فبرضه هتفضل شبعان مدة طويلة. ما تقعدش تعمل سناك غير صحي، يعني لو كنت بتدور على سبب تشتري بيه افوكادو اتفضل. نمرة 5، القهوة. ايوه القهوة، الكوفي، مشروب الطاقة الاصلي قبل شلة الريد بول والمونستر واسماء الفيروسات دي اللي بقينا نشربها. بس قبل ما تفرح قوي كده، انا مش قصدي اللاتيه ولا القهوة بالكريم كراميل ولا المشاريب الهبلة الجديدة دي اللي مليانة سكر وكريمة. أنا بتكلم على القهوة السوداء السادة. المشروب ده مليان كافيين، وده بيسرع الميتابوليزم، يزود نبضات القلب، وبيحرق دهون، كمان بيحسن الأداء الرياضي، فتحرق أكتر لما تكون بتتمرن. بس بعيد تاني، خليك في القهوة السادة، أو بالعافية شوية لبن بسيط، بلاش السكر والكريمات والكراميلات اللي بيهرونا بيها النهاردة في كوباية القهوة. نمرة 6، الزبادي اليوناني، الجريك يوجرت، بروتين وبروبايوتيك، يعني حرق. الزبادي على فكرة مش مجرد سناك، دي ماكينة حرق دهون مصغرة، مليان بالبروتين اللي أصلا بيحرق وبيساعد على حرق كالوري، وفي كمان بروبايوتيك، البكتيريا النافعة اللي بتحسن الهضم وبرضه بيدعم كمان في سرعة الميتابوليزم. خليك في الزبادي اليوناني الطبيعي، وابعد عن الأنواع اللي فيها سكر وإضافات وفليفرز عشان ما تقلبش الموضوع لآيس كريم. نمرة 7، التفاح، الوجبة الخفيفة الذكية. وهو المثل بيقول لك إيه؟ تفاحية في اليوم يبعد عنك الدكتور. بس انا بقى اقول لك ممكن تبعد عنك الدهون كمان. مليان بالالياف، فهتفضل شبعان مده طويله، مش هتقعد تتلفت كده على الاكل. السكر اللي فيه طبيعي، فمش هيعمل لك ارتفاع مفاجئ في السكر، السبايكس يعني، ولكن يديك طاقه طبيعيه مفيده للحرق. ولو عاوز تضيف عليه حته زبده فول سوداني يزود لك حبه بروتين زياده، حته هاك يعني. نمره 8، المكسرات، القرمشه اللي بتحرق دهون، اللوز، الجوز، الفستق، كلهم كنز صحي، مليانين بدهون صحية وبروتينز اللي بيشبعوك ويحافظوا على مستوى السكر في الدم ويقللوا رغبة الأكل جدا، فمش هتقعد تفكر في الحلويات. لكن خد بالك، المكسرات فيها كالوريز كتير، فبلاش تاكل الكيس كله في قعدة، لأن ده ممكن يحصل بسرعة من غير ما تاخد بالك. نمرة 9، السلمون، سحر الأوميجا 3. السلمون سمك مليان بالدهون الصحية، تساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكتر، كمان بيقلل الالتهابات في الجسم، البودي انفلاميشن اللي ممكن تيجي بسبب الوزن الزيادة، تصعب كمان الدايت، تقليل الدهون والوزن. هنقول مش بتحب السلمون، جرب الماكريل، السردين أو التونة
نفس الفايدة تقريبا. خد بقى المفاجأة عندك نمرة 10 عشان نختم بحاجة حلوة. الشوكولاتة، ايوه الشوكولاتة دارك شوكليت. هنا بنتكلم، تصدق ان الشوكولاتة ممكن تساعدك تخس؟ زي ما بقول وعيد، مش اي شوكولاتة. شوكولاتة الدارك فيها فلافونويدز اللي بتسرع الحرق، بتقلل الرغبة في الحلويات، فمش هتحتاج تاكل منها كميات كبيرة. بس خد الشرط ده عندك قبل ما تتلهف على الشوكولاتة، تكون على الاقل 70% كوكوا، ويا ريت اكتر. مش الشوكولاتة العادية اللي مليانة السكر. ها، دول كانوا احسن 10 اكلات لحرق الدهون اللي لازم تدخلهم في اكلك. البروتين، البيض، والزبادي اليوناني، السلمون، الدهون الصحيه، الافوكادو، مكسرات، شوكولاته الدارك، منشطات الحرق، الشاي الاخضر، القهوه الساده، الفلفل الحار يعني، والاكل اللي بيشبع بالالياف، التفاح. دلوقتي قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحبها من الاكلات اللي انا قلتها دي، او على الاقل هتجرب ايه منهم اول مرة. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل له لايك شير واكسبلور عشان يستفاد بيه ناس كتير. هم دول افضل 10 اكلات لحرق الدهون من الاخر.